إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فاعفوك إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فاعفوك فممن أرتجي مولاي عطفا فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع. مفيش حد أظن بيعمل كده. للكل مغنم وفضلك واسع وفضلك واسع وفضلك واسع. طبيعي هو لازم الجاز يبقى مالي الزور كده يا جماعه عشان ايه؟ يسخن، بدل ما المابور يعكس معانا بقى زي ما عارفينها من زمان هيغلبنا لو ما كانش الزور مليان جاز كده. احنا بنحب نقدم بمصداقيه يعني اللي كان بيحصل بالظبط، يعني مش عشان الفيديو بس، احنا بنقدم توليع البابور بأمهاتنا زمان بالظبط يعني. كده بقى ممكن نفتح له بقى الطبة شوية كده المفتاح لغاية بس ما يولع عشان الجاز اللي بينزل ده. نديكم متعب بس ايه البابور وهو بيولع طبيعته بقى على الطبيعة. ده محلى القعدة في البرد كده واحنا بنولع البابور، دي كفاية ملك كده. كده ياخد حقه بقى لازم يسخن حلو، لازم نسيبه كده ايه لغايه ما الزور بقى الجاز يولع خالص كله عشان البابور يسخن كويس. لو استعجلنا عليه هيعكس معانا بقى وايه ما اقولكوش. عشان نديله بقى نفس خالص لما يصفى خالص. لو ادينا نفس دلوقتي هتبص تلاقوه بقى دخن وما يولعش كويس، لا هو ياخد حقه في السخونيه خالص، ياكل الجاز ده كله وبعد كده نديله النفس يا حبايبي. معلش بقى ده شغل على ميه بيضه كده بتاعنا بقى، احنا بتاع زمان بضمير بقى. احنا قناتنا
صلاة ضمير، مصداقية. عايشين في الزمن الجميل بكل تكاته وتفاصيله، مصداقية. مش شغل نت ولا شغل فيديوهات، لا يا جماعة. بصوا، طول ما هو بيغلي كده، قربي الكاميرا، طول ما الجاز بيغلي كده لسه البابور ما سخنش. بيغلي كده كويس لغاية ما الجاز ينشف في زور البابور، ده اسمه زور يا جماعة. لغاية ما ينشف خالص كده نعرف ان كده ندي البابور نفس. حتى بصوا كل ما الجاز بينشف هو نفسه بيتظبط من هنا ازاي. لو جينا نعمل كده دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا وريتكم ازاي ادينا النفس، بس لسه عشان لسه الجاز ما اتاكلش كله. انا بقولها لكم فعلا بكل مصداقيه يا حبايبي، وكل تكاته، مش مخبيين عنكم حاجه. اهو نستنى خالص لغايه ما يصفى كده خالص. تمام. بصوا كل ما بياكل الجاز بيبقى مظبوط من فوق اهو، ولا يدخن ولا يهبب ولا اي حاجه، يتظبط اهو. هو صبر بس، يعني احنا زمان كنا صبورين قوي، هو الجيل بتاع دلوقتي ممكن الحاجات دي يقول يا ده ارهاق، ده تعب. لا يا جماعه والله العظيم كانت احلى لحظه بجد، كانت لحظه متعه. وجينا اهو من ساعه ما سيبنا البابور والبوتاجازات شغاله مستمتعين. بالعكس والله، بالعكس البابور ليه متعه خاصه جدا جدا جدا، وكل تعب بيبقى وراه متعه. يعني احنا تعب التوليع ده بقى ما هو متعه في حد ذاته، احنا مش لاقيينها دلوقتي المتعه دي. لما يجي بقى ايه، بصوا كده لما يجي ندي نفس بقى كده كده هيصفى بقى، يبقى كويس خلاص. هو قرب ياكل الجاز، اسمها احنا كنا بنقول ياكل الجاز، هي بالمعنى الصح يعني الجاز اللي في الزور ده ينشف خالص. ليه بقى الجاز ده كل ما بينشف كل ما بيغذي البابور نفسه. تمام كده، نمسح حواليه برده كده حته قديمه. تمام، عشان برضو ايه هنعمل اكل، مش على الاكل كده هو هينشف لوحده بقى. اتلمع منه كده. تمام كده بقى الجاز ده كله هينشف، طعمه مش هيبقى هو هينشف لوحده دلوقتي. حبايبي ميه ماشي، اول ما تبتدي تدخل على السخانات كده تحط لها شويه ملح والبابور. باجي احط الميه دي، هاتي صوت البابور عشان الحبايب عايزين يسمعوا صوت البابور. نحط كده، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الملح بقى عشان يدوب الميه كلها اهو، كفايه معلقتين شويه كمون هو بيتسلق. نسيبه بقى ايه للكل مغنم. تركت الناس. بسم الله توكلنا على الله. طالما طريت دي يبقى استوت القهوة. يتحط في السليق لان احنا بناخد الميه تاني، فلازم انا بغسله على الحوض واحده واحده. قطعه القرنبيط بتتغسل كلها داير داير. ليه بقى؟ عشان بنحتاج الشوربه دي ما بنرميهاش. دي بقى اللي واخده الزبد بتاع القرنبيط بالكمون بكله، فدي اللي احنا بنعمل منها الخلطه بتاعتنا. هي المفروض تبرد شويه برضو بس احنا عشان خاطر الفيديو. تمام كده، نحاول نبرد شويه كده لما نيجي نشتغل، او نسيبها بتاع 5 دقايق. دي طريقتنا بقى بتاعتنا بقى العاديه خالص، الشعبيه بقى.
ندلق بقى كده بالمرة. معلش يا حبايبي عشان بس المية سخنة، بس هنحل الموضوع برضه. نفضل ايه نزود كده مية لغاية ما تبقى لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، متبقاش المية سايلة قوي ولا ايه ولا عجين. أول بندعك نعمل الدقيق بقى العجن الخلطة الأول قبل ما نضيف عليها بهارات ولا بنضيف عليها الخضرة ولا البيض لسه. نعملها الأول نديها حقها بس كده ايه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك توكلت ربي. اللهم اجعل مطعمنا حلال وملبسنا حلال ورزقنا حلال. اللهم آمين. اللهم اجعل بيتنا حلال ورزقنا حلال وأولادنا صالحون. اللهم بارك اللهم بارك ربي. اللهم إني برئت من حولي إلى حولك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا يا رب العالمين. ده عبارة عن كمون، فلفل أسمر، شطة، مرق دجاج، سكر، ملح، كل توابلك اللي في بيتك حطي لها. لان القرنبيط زي الكرنب، القرنبيط اديله توابل وكلي زي الكرنب بالظبط. نفضل بقى نهرب فيها كده. احنا خلاص كده ايه مش هناخد ميه ولا دقيق تاني. نفضل نهرب فيها كده اهو عشان تاخد الخامه التخينه بقى كده اللي هي تلزق في القرنبيطه. كده بنكسر بيضه بيضه عشان لو في بيضه بايظه ما تخشش على الاكل على طول. بسم الله تبارك الله. بسم الله تبارك. بسم الله تبارك ما شاء الله. بسم الله تبارك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنحط الاتنين دول. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا كله عشان ما تبقاش في حاجة ايه مش محطوطة. المقصوصة كده بتاعتنا بتاعت زمان الجميلة، مغرفة الفول المدمس يا جماعة. أنا حاسة كده عايزين ايه حاجة يعني شوية دقيق بسيطة أوي عشان المية دي لما بتكون سايلة أوي كده بتنزل من على القرنبيطة ما بتركز. احنا هنحط بس شوية كده عشان برضه حاجتنا ايه تطلع. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب كده الأول. مبيناش عليكي حاجة يعني كده القرنبيط يتشبع بيه مش بتصوري اهو. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك. تركت